خلينا متفقين إن في السنين اللي فاتت الكوميديا المصرية كانت بتعيش أسوأ حالاتها، وحاليا في فئة كبيرة من الجمهور شايفة إن كوميديانات زمان كلهم وقعوا وسقطوا فنيا. بس يا ترى إيه السبب اللي يخلي الكوميديا توصل للمستوى السيء ده؟ هل هو عيب كتابة؟ أكيد لأ. طيب هل هو كسل من الممثلين دول إنهم يختاروا أدوار وكاركترات كوميدية عمرهم ما عملوها قبل كده؟ أكيد برضو لأ. الحقيقة قالها عادل إمام قبل كده إن الكوميديا عمرها قصير. انت ممكن تضحك الناس النهاردة لكن بكرة ما تعرفش تضحكهم. الحكاية عاملة زي بالظبط نكت زمان اللي لو اتقالت قدامك هتسأل نفسك هي ازاي الناس كانت بتضحك على الكلام ده. وعشان عادل إمام يضمن بقائه على القمة قرر انه يغير من جلده ككوميديان ويقدم أدوار تراجيدية ودرامية علمت مع الجمهور. الأدوار دي هي اللي خلت عادل إمام ينافس أبناء جيله في شباك التذاكر زي نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وغيرهم. في نفس الوقت اللي نجومية عادل إمام فيه كانت بتعلى، نجومية سعيد صالح ويونس شلبي وسمير غانم كانت بتقل، وكانوا بيعملوا أدوار مساعدة، وده اللي أكد إن كلام عادل إمام كان صح. عشان كده احنا في سلسلة ممنوع الضحك هنتكلم في كل فيديو عن كوميديان من كوميديانات الشاشة المصرية، ونعرف قصته مع النجومية بداية من صعوده ثم نجاحه على عرش الكوميديا ثم هبوطه. وأول نجم هنبدأ بيه السلسلة دي هو أحمد حلمي. بس قبل ما اكمل كلامي يا ريت تجهز كوباية الشاي وتسمع عن مشخصاتي. قصتنا بتبدأ بأحمد حلمي الطالب اللي بيسقط في الثانوية العامة 3 سنين ورا بعض، وفي آخر السنة حلمي بيعيد الثانوية وبيجيب 48%، وعشان هو في السعودية بتتحسب له إنه جاب 50%. بعد كده أحمد حلمي بيدخل معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، وفي سنة 1993 بياخد حلمي أول خطوة ليه في التمثيل لما بيظهر بدور صغير جدا في مسلسل ناس ولاد ناس. بعد كده بينقطع عن الوسط الفني فترة وهنا بيبدأ يعمل برامج للأطفال زي برنامج لعب عيال وبرنامج من سيربح البونبون. بالمناسبة أنا كنت بحب أتفرج على البرنامج ده وأنا صغير لما كان بيجي على النايل كوميدي، وكان نفسي أوي أكسب الكمبيوتر ولا البلاي ستيشن ولا الموبايل. بعد النجاح اللافت اللي حققه أحمد حلمي في البرامج دي شريف عرفة بيكلمه وبيعرض عليه إنه يشارك في فيلم عبود على الحدود، وده كان أول ظهور سينمائي لأحمد حلمي، ونقدر نقول إن الفيلم ده كان نقلة فنية لأحمد حلمي. وبعد نجاحه في عبود على الحدود بيكرر أحمد حلمي نجاحه مع علاء ولي الدين تاني، وبيشارك معاه في فيلم الناظر صلاح الدين عشان يقدم فيه واحدة من أشهر الكاركترات الكوميدية اللي هو قدمها طول مسيرته، شخصية عاطف الأهبل السهتان اللي مفيش حد فاكره من شخصيات الفيلم خالص. الصراحة الشخصية دي اتظلمت إنها ما تعملهاش فيلم مستقل، هي مش أقل من شخصية الليمبي في حاجة. مدرس ضربته بمطوه واتحبست عشانه. بعد كده أحمد حلمي بيبتدي يعمل أدوار تانية في أفلام زي ليه خلتني أحبك والسلم والتعبان وعمر 2000 وسهر الليالي وغيرها من الأفلام، لغاية لما أخيرا بيوصل لدور البطل الأول وبيعمل بطولة مشتركة مع محمد سعد في فيلم 55 إسعاف اللي كملوا فيه الدويتو القوي بتاعهم اللي شفناه في فيلم الناظر. برغم إن قصة الفيلم دي عبيطة وهندية آخر حاجة، لكن الفيلم كان فيه كمية إفيهات تهلك من الضحك، ولحد دلوقتي مستنيين الجزء التاني منه اللي كان بعنوان 66 مطافي. بس شكل كده 66 مطافي مش هينزل زي مسلسل الزيبق اللي احنا مستنيين الجزء التاني منه من 2017 لحد دلوقتي. بعد كده أحمد حلمي بيكمل في أفلام البطولة المطلقة وبيعمل لنا أفلام متوسطة الجودة زي ميدو مشاكل وصايع بحر. الأفلام دي منجحتش قوي وما فرقتش مع الجمهور. في الفترة دي حلمي كان هو الأقل نجاحا بين كوميديانات جيله زي هنيدي وهاني رمزي ومحمد سعد. حاليا بقى هكلمكم عن أحسن الأفلام اللي قدمها أحمد حلمي ومهما عدناها مش هنزهق منها. أول فيلم عندنا فيلم زكي شان. الفيلم يعتبر محاكاة ساخرة لأفلام جاكي شان اللي بتحكي لينا عن الفنون القتالية. موضوع الفيلم بيتكلم عن شاب ضعيف وجبان بيقرر إنه يشتغل بودي جارد. كوميديا التناقض، أيوة بالظبط هي دي الكوميديا اللي اعتمد عليها الفيلم. وأكيد طبعا منقدرش ننسى فاكهة الفيلم عم حسن حسني اللي هو كان كلمة السر في نجاح زكي شان. بعد زكي شان أحمد حلمي قدم لينا أفلام مهمة زي فيلم ظرف طارق اللي أنا بعتبره من أهم أفلام حلمي. الفيلم ببساطة نقدر نقول عليه إنه رومانسي كوميدي عن ولد بيحب بنت بس مش عارف يقول لها. قصة بسيطة لذيذة طلعنا منها بصاروخ إفيهات، أنا لسه فاكر إفيه عمر الحريري لحد دلوقتي يا جماعة. بعد ظرف طارق أحمد حلمي بيتعاون مع نور في فيلم مطب صناعي، من الواضح إن نور كانت وش السعد عليه لأن الفيلم حقق نجاح كبير جدا.
في سنة 2007 أحمد حلمي بيقدم فيلمين من أقوى أفلامه. أول فيلم عندنا آسف على الإزعاج. الفيلم ده أنا بصنفه تراجيدي أكتر من كوميدي. كان من الواضح أوي إن أحمد حلمي عاوز يغير من جلده ككوميديان ويقدم أداء درامي، وده اللي شفناه في فيلم آسف على الإزعاج اللي بيحكي لينا عن حسن اللي بيعاني من مرض التوهم. انتوا ممكن تشوفوا شخصية حسن غريبة، بس هي بصراحة مش أغرب من سمسم والبرنس وبيبو اللي أحمد حلمي قدمهم في فيلم كده رضا. الفيلم ده يعتبر من أحسن الأفلام الكوميدية اللي اتقدمت في السينما المصرية. الفيلم عرض لينا إمكانيات أحمد حلمي كممثل، وإزاي قدر يأدي 3 شخصيات مختلفة عن بعض. واللي شاف مشهد مواجهته مع خالد الصاوي ومنى شلبي أكيد احتار وما كانش عارف ده أنهي رضا فيهم، سمسم ولا بيبو ولا البرنس. وفي سنة 2009 بيرجع أحمد حلمي لمنطقة الدراما تاني بفيلم ألف مبروك. الفيلم ده بصراحة كئيب جدا ومحبش أتفرج عليه خالص. احلو. تروح له فين؟ تهبل. روح صح ابوك واديله البطاقه. بعد كده في سنة 2010 بيقدم لينا فيلم عسل اسود اللي ناس كتير بتعتبره أيقونة من أيقونات الكوميديا السوداء اللي قدمتها السينما المصرية. الفيلم بيحكي لينا عن مصري سيد العربي اللي بينزل مصر بالباسبور المصري، وأول لما بينزل مصر بيحصل معاه كمية مشاكل، ومع المشاكل دي بنشوف كمية مواقف كوميديا سوداء تهلك من الضحك. الفيلم قدم لينا شخصيات مهمة ولذيذة زي راضي وسعيد تختخ ومنصف وابتسام. شخصيات الفيلم مش كتير لكن تأثيرها كان كبير جدا. الفيلم بيسلط الضوء على المشاكل اللي كان بيعاني منها المواطن المصري قبل ما تحصل ثورة 25 يناير. وفي نفس السنة بيقدم حلمي لينا فيلم بلبل حيران اللي كان فيلم متوسط وأقل نجاحا من عسل أسود. في 2011 بقى بيقدم أحمد حلمي فيلم إكس لارج اللي ناقش فيه مشكلة السمنة. والمعلومة اللي محدش فيكم يعرفها إن علاء ولي الدين هو اللي كان هيعمل الفيلم ده، والنهاية كمان كانت هتكون مختلفة. قصة إكس لارج بتحكي لينا عن مجدي التخين اللي بيحب واحدة اسمها دينا، وبسبب تخنه بيخاف إنها ترفضه. بعد إكس لارج نقدر نقول إن أحمد حلمي انتهى فنيا، وده اللي ظهر لينا لما قدم بعده فيلم لف ودوران اللي برغم إنه حقق إيرادات عالية جدا إلا إنه كان فيلم عادي ومش بنفس جودة أفلام حلمي القديمة. بعد كده حلمي كمل في مرحلة الهبوط بأفلام كتير زي فيلم خيال مآتة وواحد تاني اللي كانوا عبارة عن كوميديا رديئة. وحاليا في أخبار عن أحمد حلمي إنه نازل بكده رضا الجزء التاني، فيا ترى أحمد حلمي هيستعيد أمجاد الماضي بالفيلم ده؟ وفي نظركم إيه هي أسباب سقوط أحمد حلمي ككوميديان، وليه ما عادش بيضحك زي زمان؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ما قلتش عارف. هقول والله العظيم ومصر شريف هقول بس يا حاجه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.